Ахмед Арслан Алаудин, пожалуй, самый яркий представитель чеченского народа, пользовавшийся абсолютным авторитетом в другой стране. Бесстрашный и преданный генерал, ради которого меняли веками сложившийся государственный устав. По конституции Хашемитского королевства героем страны человек может стать только один раз. Но в истории Иордании есть единственный случай, когда одного и того же человека наградили дважды. С сегодняшнего дня имя легендарного генерала будет носить одна из центральных улиц нашей столицы. بعشر زامنش تعيا غرسي بقى ميلجو دون زامنش شلغي غرسي دون ونخ بوش معن توشك شي دون يورخ متك دنيا جا يغر تعلق دون لخو اتغن وي دون عمدي كان دون ارسان دون ونخل دون الايمان دوش خلر سو دون دنيا جا نوشي جنته دزليت دنيا قل لك يا ميل اللي عدونا يقي تباندوش تان دقو زام عيال شو تخنوخشي تعبنا تيجا دونا يردان بتشالكا باخ سولت عشي دوزوس بس بير سولت عزام عيال شو دونا وين دونا ارسان عيال شو دعوش كده دقو دون كون دوش كده يوت إشادون تن دون الخلال صودونا وين تنخ وين يعني ناتنا مصر خليل وين دونا نوخشي دائما نادونا ناوست ويشوا دوتا ويشوا وش ويشوا وناوست الكيش خل الخائج تغن دونا يردان بتشالكا دونا شوز ونحشل جيتن دونا ونحشل دون سي دون مو خل ديز مو دون الخل ديز ألا دواج دقيرو يردان دونا نحشي بيت حاسة خل بورج إذا أم دقة دي نيش دون أتسوه قويت عن أجي الموتسل أو خل دونا شاش يردان بيرسل عربي مير نحوي سيدونا ودوي أخذ سير خلوش دون بتشع دونا إنز وصل بتشع دونا مير اللي تيدونا اللي تي يخلرتي دون إيمان خلرتي بير ما يفتين خلرت بس من دار خلرت دون ويتعاشي كويو تشخوشتو دلح تقول دعوتنا تار بوخ دولتشي دونا إيش لربرخ دون سير دون عدل نظام لردرت دون أمتي دون مير اللي تي دون شيل جوز اللي تي كوش يخن ويشفك دون قي دون دال وزن وقال تيش دوي قيومات سرتي وقال خوش بول جديد دع مك دون حرب دون شي دي كريان شينح أرسلان وقت وين قال والوي الوالوين ويجابك يفرق يقن حد آخر منو نقشو مسلبا وشلون صول ديز دو خدو دون وقع دون أفسيرس بو جنرالس بو دق نقصن دونه ونا مايدا دونا دوش مو خليوس خالا دونه أرسلاني دون إستوري تلبوخ حالوس ديزلي دونه تنخ دونه إلكتري شيشايز إموسو دونه دقو إسلوش عورن روزا فيز دق إسخاء ديز بيت دال دون إدير الويلة دال إول كان إيمان سوبر الويلة دال سندما ديال سيديش دونه تنخ باونه مثل ليت وين دونه بوصل سناهم نوخشي أول من بيديس وين إيمان إسلام لو دال يعبر كتير مثل Ахмед Арслан был участником арабо-израильского войн 1967 и 1973 годов. В 1979 он освобождал Мекку от террористов, много раз консультировал руководителей ближневосточных стран по противодействию терроризму и экстремизму. Не раз спасал монархов не только Иордании, но и Марокко, Омана. شيء نقل لنا دنيا ويخل سيدتنا دق برشل كيجينش بوترش حاجن صار خلبو ويتيجي مو دول هو دقاتش ورخوت ويديل دي خادو يدق ما خيش دنيا انه ويمولي الخاء وين دقاتش حرمي برخت يقش وغاوا نخشي حلق الاشي دنيا نمدق. Ахмад Арслан был потомком чеченцев, которые переселились в Османскую империю из России еще во второй половине XIX века. В их семье до сих пор говорят на своем родном языке, чтят обычаи и традиции народа, рассказывает сын военачальника Али. По его словам, уважение и признание на родине – самая большая награда для семьи легендарного генерала. Алхамдулилlah, тай нохчи дуйхуш, нохчи غلق ليلوش, عادت ليلوش, دايموخ بيساعد بشا إيش ليلدو اتسح وي تي بختيش خز تن سعيالوش غيرش دو خلادو رمضان أحدين شنا أحتدان دين سي سون دين عدل شي ديسلوردات دير رز خلحون دير رز مسانا خلق قل بلا سدا ترخلت أورم عبلش تو اتسح دولش نحاتون بالقوش إيش تويخا دال مقلحات تودهون اتسح
ملبون نوتشنا تسح خلشنا بالقوتشا حون ريز دولشا اشتعيتن حون اشتخينا حقتو دولش دعون دايما تن اشتخينا حقتو دولش دوشن دال مطلع حد دال سيدويل دير ريز خلشن. Эта улица, известная как Стахановцы, отныне будет носить имя гениального военного стратега, который за защиту Иордании от внешних врагов стал самым молодым генералом на Ближнем Востоке. Мемориальную доску торжественно открыли глава Чечни Рамзан Кадыров и сын Арслана Али. دونه كورت وعت عوش دونه سن حلقة دونه محت يخوي نوشي دو قال سياحة ناس دونه دونه يتسلري دونه إيمان دونا الله مثلا. Чеченский лев арабской пустыни. Так называли Ахмада на Ближнем Востоке. Он ушел из жизни в ноябре прошлого года, на 72-м году жизни. Долгие годы возглавлял элитное подразделение отряд специального назначения 71-й части. Несмотря на то, что родился и вырос в Иордании, он всю жизнь тянулся к малой родине, вспоминает сын. Родной язык, обычаи и традиции для генерала были святы. Ясмина Гацаева, Адам Чекуев, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.